السلام عليكم. في يوم من الايام، في وقت من الاوقات، في فتره من الفترات، في سنه من السنين، حبيت اقول ان المخرج خالد يوسف هو مخرج ضعيف. لا، هو ليه اعمال مهمه جدا زمان. هنقول ان خالد يوسف اصبح مخرج ضعيف قوي قوي قوي. ليه؟ عشان لما نيجي نشوف فيلم زي دانكيرك مثلا لكريستوفر نولان، الفيلم من اهم اسباب نجاحه انه كان بيتسم بالواقعيه الشديده وهو بيعاصر احداث الحرب العالميه الثانيه. وعندك اعمال تانية كتير زي فيلم باري لندن مثلا ومسلسل بانشت. الاعمال دي اللي نجحتها هو اهتمام المخرج بالتفاصيل. طبعا انا مش بقارن خالد يوسف بكريستوفر نولان والناس دي، هو فين وهم فين. على الاقل مفيش حد منهم جاب كادر ملهم زي ده كادر كلاسيكي اسمه صدرها للي يصورها. بس ممكن نقارنه باعمال مصريه زي افراح القبه، سوق الكانتو السنه دي مثلا، ليالي اوجينيو وفيلم الكنز. لان الاهتمام بالتفاصيل دي بيخلي المشاهد يندمج في الاحداث ويتاثر بيها اكتر ويكتسب ثقافه تاريخيه جديده. مش جايب لي جنود فرنسيين من قريه ميتا ابو باريس ما بيغيروش هدومهم وما بتتوسخش، وجايب العيال الصغيرين بيلعبوا هوكي، وجايب ان قريه شطانوف اتسمت على ايد الفرنسيين وده ما حصلش. استاذ خالد يوسف جاب مصدره من روايه يوسف ادريس نفسها، مش من كتاب تاريخي، لان الادريسي وابن حوقل ذكروها في كتابهم قبل ما نابليون يجي مصر بحوالي 800 سنه. وحقيقي انا كنت حابب المسلسل وفكرته جدا، وفي ممثلين حلوين جدا، بس الاستاذ خالد يوسف دمره جدا. والمسلسل اصلا ماشي في خطين زمنيين، الخط بتاع احمد السعداني وحنان مطاوع والشاعر هشام الطخ، وده خط حلو جدا عشان تمثيل الناس اللي فيه بس. اما الخط التاني بتاع احمد فهمي فما فيهوش شبكه تقريبا. وفي الوقت اللي كنت قاعد فيه متضايق وحزين وبقلب في مسلسلات هذا الشهر الكريم، لقيت فجاه نور في وسط العتمه، شعاع ضوء بينور السواد اللي انا عايش فيه. فقربت وظهر النور اكتر، فقربت اكتر، ولكن في الاخر طلع النور ده يبقى اسنان الفنانه روجينا في مسلسل ستهم. تخيلوا واحده المفروض انها مش لاقيه تاكل وبتشتغل مع الرجاله في الجبل واسنانها عامله كده. والحق يا جماعه ان انا عاجبني تمثيل روجينا في المسلسل، بس المشكله مش في تمثيلها، المشكله في الكاست بتاع المسلسل كله باستثناء امير صلاح الصراحه. والميك اب غريب والاخراج ضعيف. يعني تخيلوا ده منظر واحده مريضه في مستشفى حاطه ميك اب من اخر العنقود. وانا كنت مستني الصراحه الحلقه اللي هتشيل فيها شعرها، كانت حلقه تاريخيه الصراحه، مايكل جاكسون الغلابه. وانا سعيد فعلا بتجربه مسلسل ستهم، بتخليني اقفل التلفزيون وانام بدري. بس برضو في الوقت اللي كنت قاعد فيه متضايق وحزين وبقلب في مسلسلات هذا الشهر الكريم، لقيت فجاه نور في وسط العتمه، شعاع ضوء ينور السواد اللي انا عايش فيه. فقربت وظهر النور اكتر، فقربت اكتر، ولكن في الاخر طلع النور ده يبقى اسنان الفنان جمال سليمان اللي رش السنان وبمعجون نقاشه 3 طبقات. وحقيقه انا عايز اقول ان المسلسل ده هو افضل مسلسل في رمضان لحد دلوقتي من وجهه نظري. التمثيل حلو جدا، الكاست اغلبه حلو. صحيح انا عندي ازمه مع شنب محمد فهيم ومع الصعيدي بتاع رامي عاشور. رامي عاشور طالع بدور صعيدي عنده انفصام في اللهجات، شويه بيتكلم الصعيدي وشويه شرقاوي وشويه قاهري عادي، بس احسن مشاهد ليه الصراحه اللي ما بيتكلمش فيها. واحترمت جدا ان الميك اب بتاع الممثلين منطقي، ويحسب لمندو العدل فعلا انه حط احمد عيد في دور جديد عليه وقدر يوظفه صح. وكمال ابو ريا عامل دور هنا احسن من دوره في المداح بكتير. وفي مشهد كده نادره اللي هي الفنانه نيلي كريم جوزها اتقتل وابنها كان هيتقتل وكانت هتتخطف هي وابنها، ومرات اخو جوزها كانت هتسمها. كل ده وعبد الجبار اللي هو الفنان الصعيدي كتير جمال سليمان بيقول لها ما حدش يقدر يعمل لك حاجه طول ما انا على وش الدنيا. هو تقريبا ما بيتفرجش على المسلسل. ومن اكتر ما لفت انتباهي السنه دي فعلا هو ان في ناس حقيقي غيرت جلدها. فتلاقي مثلا ان هشام الجح بيمثل ومصطفى شعبان بيقول شعر، لا وبيعمل كوميديا كمان في مسلسل بابا المجال. فتلاقي مثلا ان باسم سمره اللي عنده 51 سنه طالع بدور ابن سما ابراهيم اللي عندها 49 سنه. وفي جمله ملحميه كده قالها محمد نجاتي لمصطفى شعبان: تحرياتنا اثبتت ان انت شقيت في حياتك. ده تقريبا كان عامل تحرياته في شارع مسير الحي يتلاقى. التحريات اثبتت اللي مننا بيجوا عندنا. وفي بصمه واضحه لفليكس الفقدان رمضان ده، مش في مسلسل ضرب نار بس. انا لقيت محمد جمعه في مشهد كده بيقول: تعوجها تشوف حاجات مش هي عشان اللي جاي مني تقال. انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ تعوجها تشوف حاجات مش هي عشان انا اللي جاي مني تقال. ابداع والله ابداع. وفي الوقت اللي كنت قاعد فيه متضايق وحزين وبقلب في مسلسلات هذا الشهر الكريم، لقيت فجاه نور في وسط العتمه، شعاع ضوء ينور السواد اللي انا فيه. فقربت وظهر النور اكتر، فقربت اكتر، ولكن لسه قبل ما استكشف فيه ايه، طبلة ودني اتخرمت من علو صوت مربوحه في الكبير، فطرشت انا. ولما سامعي رجع لقيت الكبير بيقول لي: مربوحه انت عندك فوبيا المرتفعات؟ قالت له: ايه لوبيا المرتفعات دي؟ قال لها: فوبيا. قالت له: يعني ايه مرتفعات؟ قال لها: وانت عارفه يعني ايه فوبيا؟ وانت عارف يعني ايه كوميديا؟ طبعا ده احمد مكي، احنا هنهزر البرنس. بس هو المسلسل السنه دي مكرر فعلا، والمسلسل على فكره ناجح، بس مش زي الجزء اللي قبله. نجاح الجزء السادس كان بسبب التغيير اللي حصل في المسلسل،
بس مش طبيعي بقالنا 12 13 سنه ولسه جوني قاعد في المزاريطه بيحاول يستكشفها، وهدرس حياته زي ما هي، ونفادي بيعمل كده. في مسلسلات كتير ما كملتش بسبب ان الشخصيات والاحداث ما اتطوروش، زي مسلسل ذا اوسي ومسلسل هيروز ريبورن، وده لان الشخصيه المفروض بتتطور وبتتغير مع الوقت بتغيير الاحداث زي ما كنا بنشوف في مسلسل فريندز كده. وبرضه نقول اللي لينا واللي علينا ان الهجوم اللي على رحم احمد سببه انها نجحت نجاح كبير، فالناس عايزه نجاح اكبر، وكمان مفيش سيناريو قوي يساعدها في ده، فربنا يوفق الجميع يا كبير. ولما تيجي تبص بصه كده على اغلب مسلسلات رمضان هتلاقي ان عمرو سعد بيدور على اخواته، والفنان محمد رمضان ابن الشهر الكريم بيدور على ابنه، ومحمد ممدوح بيدور على ابنه، ورياض الخولي بيدور على ابنه، ومحمد عبد الرحمن قاعد بيدور على نفسه عشان يلاقي كاركتر يعمله غير بتاع مسرح مصر ومش لاقي. وفي الوقت اللي كنت قاعد فيه متضايق وحزين وبقلب في مسلسلات هذا الشهر الكريم، لقيت فجأة نور وسط العتمة، شعاع ضوء بينور السواد اللي انا عايش فيه، فقربت فظهر النور اكتر، فقربت اكتر فلقيته نور المعلمة صفصف حبيبة قلبي الكراش بتاعتي. ويا جماعة انا معترف ان مسلسل جعفر العمدة من احسن المسلسلات السنة دي، والاحداث مشوقة جدا، والافات عالية، والصورة حلوة، والكاست بتاعه متسكن صح، سواء مي كساب او هلا صدقي او منى فضالي او ايمان العاصي كلهم حلوين، واحمد فهيم عامل دور هايل، وعصام السقا عامل شخصية حلوة جدا وجديدة عليه، ولبنى ونس متألقة كعادتها، ومحمد رمضان عامل شخصية رفاعي الدسوقي مظبوطة بالملي. يا لهوي ده من كتر الاتقان اتلخبطت وافتكرت ان انا بتفرج على مسلسل جعفر العمدة. في اعلان كده لمحمد رمضان كان عامله ومجمع فيه كل الشخصيات اللي عملها، فالاعلان ده لو اتعرض دلوقتي تاني مش هتحس انه قديم، لان محمد رمضان من ساعتها بيعيد نفس الشخصية. وحقيقة انا منبهر بفورمة المعلم جعفر اللي عنده 55 سنة وبيضرب الناس كلها ويطيرهم. دي مش فورمة المعلم جعفر العمدة، دي فورمة المعلم رشدان. ولما محمد رمضان ضرب نسيبه في الشارع عادي كده، عايدة انبهرت وقالت له انت ازاي بتضرب حلو كده، فتقريبا عايدة عندها ضرب ايشوز. وانا بسرش على مسلسل جعفر العمدة لقيت نفسي دخلت بالغلط على مسلسل مشابه اسمه حضرة العمدة، وحقيقة انا مش قادر اقتنع ان روبي ممكن تمثل شخصية عمدة قرية، دي اخرها تمثل شخصية العمدة الآلي. وانا اقدر اقول بكل ثقة ان المسلسل ده عبارة عن عمل متكامل، مؤلف ما بيعرفش يكتب وممثلين ما بيعرفوش يمثلوا. ابراهيم عيسى طلع محمد محمود عبد العزيز شيخ بيعمل كل حاجة حرام، ناقص يتجوز امه. الفنان محمود عبد العزيز قدم لنا فن محترم وفن هادف وفن محوج. ورغم اني سعيد ان المسلسل ناقش قضية مهمة زي قضية ختان الاناث، بس انا ما فهمتش حاجة من المشهد بسبب تمثيل نهلة السلامة وهي بتقول هنفضل مطاطين كده لحد امتى بعد ما كسرونا راسنا بقت في الطين. منه لله مستر كاراتيه هو السبب. وانا احب اوجه تحية كبيرة للاستاذ الفنان النجم العالمي ادم ساندلر، واللي مشارك معانا رمضان السنة دي بفكرتين من اعماله، مسلسل الصفارة اللي جزء منه متاخد من فيلم كليك لادم ساندلر والجزء الثاني من باترفلاي افكت، ومسلسل كامل العدد اللي جزء منه متاخد من فيلم بلندد لادم ساندلر والجزء الثاني من فيلم يورز ماين اورز. ولكن المسلسلين دول حتى الان من احسن المسلسلات الكوميدي في رمضان السنة دي، وعاملين حالة حلوة. ومسلسل الصفارة انا بقول فعلا ان سبب نجاحه هو طه الدسوقي جنب احمد امين طبعا، واللي عامل ادوار مش شبهه وحلوة جدا، وحاتم صلاح برضه دوره السنة دي احسن من دوره في مسلسل الكبير بكتير. وانا ماشي كده بقلب في المسلسلات لقيت ان محمد ممدوح قاعد بيدور على ابنه في مسلسل رشيد وبيتساءل هو مين، ولقيت ان باقي الشخصيات بتتساءل هو مين، ولقيت الجمهور كمان بيتساءل هو مين، ولقيت تويتات وبوستات السوشيال ميديا بتتساءل هو مين، في حين ان اي حد لو فكر يبص على التتر هيعرف ان المخرجة عامله لهم مفاجأة وحرق لهم الاحداث في التتر. وانا بقلب في الاحداث كده جت قناة MBC فلقيت محمد شاهين بيبوس دماغ امينة خليل، وشوية وعلي قاسم بيقول لاسماء جلال تعالي نعيش سوا لوحدنا انا وانتي وتامر حبيب، فانقبض قلبي وتخدرت شفتاي. ولكن لفت انتباهي ان اسماء جلال عامله دور حلو احسن مره شفتها بتمثل فيها، ولقيت محمد شاهين عامل دور حلو احسن مره شفته بيمثل فيها، ولقيت علي قاسم بيمثل احلى مره شفته بيمثل فيها، احلى مره يعني كان شكله حلو مش تمثيله حلو. واتمنى نهايته ما تبقاش نكديه الله يبارك لكم. في بقى مسلسل ياتي جميله للفنانه القديره اللي انا شخصيا ما فيش عمل ليها ما اتفرجتش عليه وبحب كل شغلها، الفنانه سوسن بدر. والمسلسل مجمع توليفه عظيمه، يعني الفنانه سوسن بدر والفنان احمد وفيق والفنانه يسرا اللوزي والفنان هشام اسماعيل والفنان هاني عادل. اتمنى بس ما كنتش نسيت حد. لا صحيح الفنانه ريهام عبد الغفور ما شاركتش في المسلسل، لا بهزر يا جماعه، المسلسل بطوله الفنانه الكبيره موت ريهام حجاج. بس انا عايز احذركم من حاجه، المسلسل فيه عبير صبري، وفي مشهد كده لقيت هاني عادل بيقول لمراته انا هتاخر انا عندي عمليه قلب مفتوحه، وجميله في مشهد بدل ما تقول يسرا اللوزي بتمسحي اللوج بتاع موبايلك قالت لها بتمسحي اللوك. فانا سعيد بالكرو بتاع المسلسل اللي بدا الحياه مع بعض وبيتعلموا الكلام سوا، وهما بيفتحوا وصيه صبري عبد المنعم ابو جميله لقوا انه كاتب كل حاجه باسم جميله عشان العيال يقتلوا بعض، وسوسن بدر طلعت بتخون جوزها، وصاحبه جميله الفنانه يسرا اللوزي طلعت بتنقل اخبارها لضرتها، وجوز اخت جميله اتهمها بالسرقه. تخيل دي عيله
تالت واحده رئيسه نيابه، دي لو رئيسه اتحاد ملاك العمار هيبقى في احترام عن كده. وفي الوقت اللي كنت قاعد فيه متضايق وحزين وبقلب في مسلسلات هذا الشهر الكريم، لقيت فجاه نور في وسط العتمه، شعاع ضوء بينور السواد اللي انا عايش فيه، فقربت وظهر النور اكتر، فقربت اكتر، فلقيت النور ده بتاع فرح الاستاذ احمد العوضي والفنانه ياسمين عبد العزيز للمره الثالثه على التوالي، وهما لابسين ابيض في ابيض. وحقيقي انا منبهر باداء الفنان احمد العوضي، طالع بدور صعيدي بيغني راب، ما بفهمش هو بيقول ايه من سرعه كلامه. يعني في بدايه الحلقه السابعه بيزعق لمهره وبيقول لها يعني انت مكتوبه للهربق وانا ما دريانش. هو انا سمعتها كده من كتر الزعيق مش سامع حاجه. جابر التستوستيرون اللي في صوته لوحده يفتح عياده حقن مجهري مستريح. والاكشن في المسلسل ده مبهر الصراحه، كل شويه جماعه مسلحين يطلعوا على العوضي باحدث الاسلحه والمعدات ويحاولوا يقتلوه ويحاصروه ويضربوا عليه نار، لكن احمد العوضي بقى في كل مشهد اللي معاه ربنا بيمشي على الميه. المسلسل اسمه ضرب نار على الفاضي. في مشهد في الحلقه الخامسه احمد العوضي ضرب واحد بالرصاص في صدره فايده اتخربشت وقام كمل تمثيل عادي. وايس رمزي اللي عامله دور اخت مهره الصغيره شاطره قوي، ومها نصار شاطره قوي، واللبس بتاع شخصيه جابر حلو قوي ومناسب جدا للشخصيه. واخر حاجه هنتكلم عنها هو مسلسل رساله الامام، واللي تاني بقول انا سعيد بالتجربه دي جدا واتمنى انها تتكرر وتتطور اكتر واكتر. وحتى لو المسلسل فيه تحفظات زي اللغه العاميه اللي الناس كانوا بيتكلموا بيها في مصر، ولكن المسلسل في المجمل رائع والتمثيل حلو واللبس، وواضح ان سلمى ابو ضيف بتحاول تبقى ممثله بجد وتفكها من الكوميونتي بتاع ايجيبت وتشتغل على نفسها سواء في الامام او في المداح. وفي الوقت اللي كنت قاعد فيه متضايق وحزين ان حلقه مسلسل رساله الامام خلصت وبقلب في مسلسلات هذا الشهر الكريم، لقيت فجاه نور في وسط العتمه، شعاع ضوء ينور السواد اللي انا عايش فيه، فقربت وظهر النور اكتر، فقربت اكتر، لقيت النور ده جهاز تلفزيون مفتوح مشغل مسلسل الاكسلانس لمحمد سعد ومحدش بيتفرج عليه، فقمت قافل الجهاز وداخل انام. سلام.